ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحه جيده. شكرا على كل واحد واقف جنبي وداعمني. انا مش عارفه اقول لكم ايه بصراحه. هنعمل النهارده حلويات كده. معانا عدد 2 بصل، وسط كبار اي حاجه. تمام. نقطعهم كده اجنحه زي ما انتم شايفين كده. دوبك كده هتتبل كده، وبعد كده ايه، ننزل عليها بواحده فلفل احمر الوان، وواحده فلفل الوان اصفر برضه، ودي 3-4 قرون كده من الفلفل الرومي. لو عايزه تحط فلفل حراق مفيش مشكله، قرن ولا قرنين، بس انا ما حطيتش عشان عندي الاولاد يعني. هتبل كده. طبعا انا هنا زي ما انتم شايفين كده مسكت الفشه والحلويات سلقتهم، بس الفشه سلقتها في ميه لوحدها، وبعد كده قطعتها وحطيتها على الايه، على الحلويات اللي هي لحمه الرز، وسلقتها حلو جدا وسويتها حلو جدا كده. وبعدين كده اضيف بقيه الحاجات اللي ايه، اللي احنا هنحطها دي، والمكونات اللي احنا قلنا عليها. ده الطبق بتاعي اهو، فلفل احمر على فلفل الوان على فلفل اخضر، كل ده كده زي ما انتم شايفين. هقلب زي ما انتم شايفين كده، يبدا يبطط معايا كده. وبعد كده هوريكم الشكل الايه، الفينش الاخير بتاع الفلفل والبصل معانا. ماشي. بصوا كده الشكل اهو اللي احنا عايزينه اهو. هنجيب الحله بتاعتنا كده اهي زي ما انتم شايفين، وهنقوم منزلين الصوص بتاعنا دوت هنا. هنفرم حوالي نص راس توم كده. هفرم راس توم وارجع لكم تاني. في نفس الطاسه بتاعتنا اهي هنقوم حاطين الثوم بتاعنا، راس توم معانا كده، نضرب بس نديها سمنه كده بسيطه كده، وننزل عليها الزبده. زي ما انتم شايفين كده 5-6 دقايق كده على البوتاجاز. انزل عليها بالكبده بتاعتي، اديها شويه ميه كده صغيرين. بمعلقه كده او معلقتين خل. بصوا حبايبي كده اهي استوت معانا اهي. طبعا انا لسه هكمل سواها مع الايه، مع بقيه الحاجه الحشوه الحلويات بتاعتي. هجيب الحله بتاعتي كده اهي واحطها على النار، واقوم ايه منزله الكبده بتاعتي. احط معلقه فلفل اسود كبيره، معلقه كمون كبيره برضه، هحط معلقه ملح كبيره، معلقه كزبره كبيره برضه. هقلب كله كده مع بعضه.
الشكل بتاعها عامل ازاي. بس تستوي شويه. الحلويات بتاعتنا استوت اهي بقى. ماشي، فرشنا كده خضره في الارضيه، وهننزل بقى ايه بالحلويات بتاعتنا اهي. بصوا كده وجمالها وحلاوتها، بصوا الشكل بتاعها عامل ازاي، شايفين؟ بصوا اهي. بصوا اللحمه بتاعتنا، الله، بصوا كل حاجه فيها مستويه ازاي، الطعم جامد من الاخر. تصبحوا على خير او مساء الخير، ودعوه حلوه كده من قلبكم.